بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الرابع من دورة السي. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية التعامل مع دالة الإدخال scanf. كنا في الدرس السابق قد تطرقنا إلى كيفية تعريف المتغيرات وكيفية إعطائها قيم وكيفية إظهار هذه القيم بواسطة الدالة printf. سنعمل على نفس البرنامج وسنقوم بعمل برنامج يطلب من المستخدم أن يدخل عمره واسمه ومعدله أي النقطة. مثلا لإدخال العمر سنستخدم المتغير عدد صحيح نسميه مثلا age. لإدخال المعدل سيكون نوعه float نسميه مثلا not. لن نتعامل مع النوع character لأننا سنستخدم هيدر آخر يختص بالتعامل مع الحروف فقط أي نوع character. ولإدخال الاسم سنستعمل character أي مصفوفة من الكاركتر. لن نعطيها قيمة الآن بل سيقوم المستخدم بإدخالها. إذن كيفية التعامل مع الدالة scanf. الدالة scanf تكتب كالتالي وتقبل بارامتران نفصل بينهما بفاصلة. البارامتر الأول يكون كالتالي pourcentage d في حالة التعامل مع متغير نوعه int كما رأينا في printf سابقا pourcentage d. الآن هنا نضع اسم المتغير. اسم المتغير هنا هو age. إذن هكذا يتم إدخال المتغير age. نستعمل نفس الدالة لإدخال المعدل أو النقطة not. بدل ذلك بدل d سنستعمل f. عفوا لن نستعمل المتغير بهذه الطريقة ولكن لابد أن نضيف قبله أداة وهي and كالتالي. كذلك هنا اسم المتغير هو not وقبله نستعمل and. إذن هكذا يتم إدخال إعطاؤه قيمة من المستخدم إذا كان النوع float. أما إذا كان النوع مصفوفة من الكاركتر فإننا نستعمل بدل d نستعمل s أي string ونعطيه هنا الاسم بطبيعة الحال and يليه اسم المتغير and name. إذن هكذا يتم إدخال. إذا قلنا أنه لم نعد نتعامل مع الكاركتر. إذن قلنا الآج أي العمر ستتم إظهاره هنا أي اسم المتغير هو أج. فقد قمنا بتغيير المتغيرات أي أسماء المتغيرات. ولإظهار المعدل وهي بدل f سنستعمل اسم المتغير not كما هو هنا. إذن وهنا my name is أي اسمي هو name. إذن نقوم ب running للبرنامج. إذن أولا توقفنا عند الدالة scanf. حاليا البرنامج متوقف هنا عند scanf يطلب إدخال العمر. إذن نقول 25 سنة مثلا نضغط على enter. يطلب منا إدخال المعدل
سنكتب مثلا 15 فاصلة، عفوا لا نستعمل فاصلة وإنما نقطة 56. وفي الأخير يطلب منا إدخال الاسم. رشيد. نضغط على Entrée. إذن هذه هي النتيجة. Age moyen. My name is رشيد. إذن كانت هي القيم، هذه هي القيم المدخلة. لتوضيح البرنامج جيدا يمكن أن نضيف الدالة printf قبل الدالة scanf لتوضيح ما هو المطلوب من المستخدم. كالتالي هذا يقول له أن يدخل العمر، تقول له أن يدخل النقطة، وهذه ليدخل الاسم. إذن ويصبح، نغلق البرنامج. إذن يصبح كالتالي. إذن يصبح البرنامج أكثر وضوحا. مثلا 16 سنة، النقطة هي 17 نقطة مثلا 45، والاسم هو رشيد. إذن وتكون النتيجة كالتالي. إذن هكذا يتم التعامل مع الدالة scanf. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.